السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ العالم فيه أكتر من جريمة وحادثة بشعة لدرجة الجنون، ولكن مع الوقت بيتنسي اللي حصل وبيكون مكانه في كتب التاريخ وبس. إلا إن جريمة هيروشيما عام 1945 ما كانش من السهل إن حد ينساها لحد النهاردة. أهلا بيكم في معلومة على الماشي. النهاردة هنتكلم عن كارثة هيروشيما، أبشع جرائم الحروب. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. لقد علمنا أن العالم لم يكون كما في السابق. بعض الناس ضحكوا وبعضهم بكى، ولكن أغلبهم كانوا صامتين. الآن أنا صرت الموت ومدمر العالم. دي كانت كلمات العالم الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر وهو بيوصف فريق العمل اللي كانوا معاه بعد نجاح تجربة تفجير أول قنبلة ذرية في العالم يوم 16 يوليو 1945، واللي كانت تحت مسمى مشروع مانهاتن. مشروع مانهاتن هو مشروع سري تم بالتحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، وكان الهدف منه جمع أعظم العلماء الفيزيائيين في العالم وإنشاء أول قنبلة ذرية في العالم كله. بعد نجاح مشروع مانهاتن وتجربة أوبنهايمر، بدأ زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في عقد مؤتمر في مدينة بوتسدام الألمانية. بعد انتهاء المؤتمر خرجت قادة الدول بمجموعة قرارات كان أهمها هو تهديد صريح لليابان بعدم مساندة دول المحور وإعلان استسلامها الغير مشروط. إلا إن الإمبراطور الياباني ورئيس الوزراء وكل قادة البلاد تجاهلوا المهلة المحددة من الأمريكان، وكانوا بيشوفوا إن دي إهانة كبيرة ليهم. بعد إصرار اليابان على عدم الاستسلام، اتخذ الرئيس الأمريكي هاري ترومان أسوأ قرار في التاريخ، وهو إلقاء قنبلة نووية على اليابان. وتم تحديد مدينة هيروشيما كهدف للقنبلة اللي كانت بتحمل اسم الولد الصغير أو ليتل بوي. وفي يوم 6 أغسطس من عام 1945 انطلق الطيران الأمريكي إلى مدينة هيروشيما، وبالتحديد الساعة 8:15 صباحا، وألقوا القنبلة على المدنيين بلا رحمة من ارتفاع وصل ل 600 متر. واللي حصل بعد سقوط القنبلة ب57 ثانية فقط فعلا كان مرعب ومخيف، ناهيك عن ضرر الإشعاع المدمر الناجم عن اليورانيوم 235. أضرار الانفجار كانت كارثية لدرجة لا يتخيلها عقل بشري، وحصدت القنبلة أكتر من 140 ألف إنسان. اختيار مدينة هيروشيما ما كانش اختيار عشوائي، إنما كان راجع لاختيار لجنة متخصصة واللي حددت عدة مدن يابانية ممكن استهدافها يكون مؤثر. الأسباب اللي خلت الأمريكان يختاروا هيروشيما لأنها كانت مركز حضاري متطور، وكمان كان فيها مستودع عسكري ضخم وميناء ومراكز اتصال كتير. والسبب الأهم هو إن كان معظم أسطح المدينة كانت خشبية، وده هيزود من تأثير الخراب وهيؤدي لاشتعال المدينة بالكامل. وبالفعل ده اللي حصل، وتسببت القنبلة في كارثة بشرية غير مسبوقة، وانتشر تأثير القنبلة على المدينة في مساحة قطرها 3250 كيلو متر مربع، وانتشرت الحرائق في كل مكان، وتم تدمير 80% من مباني المدينة، ده غير الضحايا اللي قدروا ب140 ألف إنسان، وده كله غير آلاف الجرحى ومصابي الحروق والإشعاعات. في واحدة بتعتبر من أبشع الكوارث البشرية على الإطلاق. بعد كل اللي قلناه عن الأضرار اللي تسببت فيها قنبلة ليتل بوي على مدينة هيروشيما، إلا إن اليابان رفضت الاستسلام واستمرت في العناد والدفاع عن حقوقها. ولكن وبكل أريحية قررت الولايات المتحدة إنها تكرر نفس الطمة الكبرى علشان ترغم اليابان على الاستسلام. وبدل الاعتذار عن الجريمة البشعة اللي تسببوا فيها، اتفاجئ العالم كله بإلقاء قنبلة نووية تانية على مدينة ناجازاكي اليابانية في يوم 9 أغسطس من عام 1945، بعد 3 أيام فقط من كارثة هيروشيما. وانطلق الطيران الأمريكي في سرب مكون من 4 طائرات، وكانوا بيحملوا قنبلة نووية بتحمل اسم الرجل البدين. ومن ارتفاع 470 متر الساعة 11 صباحا تم قصف مدينة ناجازاكي بدون رحمة. ونفس اللي حصل في هيروشيما اتكرر تاني في ناجازاكي، والمرة دي راح ضحيتها أكتر من 80 ألف إنسان
في كارثة بشرية لا تقل عن كارثة هيروشيما مرة تانية. وبعدها تم التهديد بأن القصف النووي هيستمر لحد إبادة الوطن الياباني كله. على الرغم من الصمود الياباني لحد النهاية في وجه العدو المجرم، إلا أن الإمبراطور الياباني اتخذ قرار الاستسلام حفاظا على دماء المدنيين الأبرياء. وفي يوم 15 أغسطس طلع الإمبراطور الياباني في خطاب للشعب شرح فيه الوضع السياسي للبلاد، وبرر القادة اليابانيين قرار الاستسلام بأن السبب في اللي حصل كان السلاح الشيطاني الجديد واللي وقع في إيد الأعداء عديمي الرحمة، وإنها لو كانت حرب تقليدية كانوا هيفضلوا يدافعوا عن وطنهم لحد آخر عسكري في الجيش. بعد استسلام اليابان وقبلها ألمانيا انتهت الحرب العالمية الثانية بشكل رسمي، وبعدها تم الاتفاق بين الدول على عدم استخدام الأسلحة النووية في الحروب تحت أي ظرف. يا ترى انت ايه تقييمك لاستخدام أمريكا للسلاح النووي على المدنيين الأبرياء؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.